ازيكم يا حلوين؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيك سهل جدا وسريع. لو انت اول مره تعملي تورتايه صدقيني التورته بتاعت النهارده دي هتكون سهله جدا عليكي. هو تيب واحد بس تقدري تستخدميه، انا كنت مستخدمه تيبين، فان شاء الله لو انت ما عندكيش غير تيب واحد او تقدري ترجعي عندي على القناه لو انت ما عندكيش اصلا اقماع او تياب خالص، تقدري ان انت تعمليها من كيس. وطبعا انا عملت فيديو قبل كده كان موضح للكلام ده كويس. هنا الكيك اللي معايا ديت مقاس 16، حبيت اني انا اقطع كده الوش بتاعها كويس، وطلعت معايا 4 طبقات غير الطبقه بتاعه الوش. انا اصلا مش هستخدمها دلوقتي معايا في الكيكه، لكن هستخدمها في اي كيك تاني احتجت مثلا طبقه زياده فبستخدمها. بعمل بيها كيك بوبس لو انا مثلا اتزنقت في كيك بوبس، فبيبقى عندي الكميات ديت اصلا لما بيتفضل معايا اي حاجه من الكيك ما برميهاش، بحطها عندي في كيس واشيلها في الفريزر. وقت ما يجيلي اوردر للكيك بوبس فبطلع من بواقي الكيك اللي عندي وبعمل. مش شرط ان انا اعمل لها كيك جديد يعني. هنا بعد ما قطعت عندي الكيك فبس الكيك عندي بميه بسكر. طبعا زي ما انتم متعودين مني انا ما بعملش سيرب، انا على طول بسقيه بميه بسكر وبيطلع حلو جدا والحمد لله. كله بيشكر في الشغل بتاعي بفضل الله. دي هنا كده حطيت عندي موس شوكليت. طبعا الفيديو اللي فات قلت لكم ان انا مستخدمه موس فانيليا، فدي موس شوكليت بتبقى طعمها حلو جدا. هي كل كوباية موز عليها كوباية مية او لبن، على حسب بقى انت حابة تستخدمي. ما عندكيش مية تقدري تعملي زي ما عملنا مثلا المرة اللي فاتت في اللايف، حطيت معلقة من اللبن البودرة تعادل معايا كوباية اللبن. وطبعا هنا عندي نوتيلا، طبعا خففتها زي ما انتوا شفتوني كده بشويه من الزيت عشان تبقى خفيفه معايا ما تبقاش برضو خفيفه قوي. يعني انا هنا مستخدمه الكيس بحيث ان ما تبقاش النوتيلا معايا خفيفه، لاني قوام الموس ما بيبقاش ماسك. لو هتلاحظوا ان كل ما بحط طبقه الطبقه اللي بعدها بتبان ان في موس تحتها، يعني بتخرج. يعني قوام الموس معايا بيبقى ناعم. فعشان كده ما ينفعش ان انا لو هشتغل في تورته بموس اشتغل فيها من اولها لاخرها كده، لا لازم اني انا ادخلها الفريزر لازم. انا كده خلاص خلصتها وهدخلها عندي الفريزر، فطبعا بغلفها بكيس كده زي ما انتم شايفين عشان تبقى سهله معايا ان هي تنزل على طول من الصينيه، وبدخلها الصينيه خلاص كده هتدخل معايا الفريزر. انا دخلتها الفريزر وجيت تاني يوم عشان اشتغل فيها. لو هتلاحظوا ان الصينيه عندي معلقه ميه، لان انا كنت مخرجاها قبلها بشويه، لان الاوردر كنت انا يعتبر بزينه وهسلمه على طول، فطبعا مش عايزاها تروح للعميله متلجه، لان هي قريبه مني مش بعيده يعني عقبال ما تروح لها والكلام ده. فهي عقبال ما تروح لها تكون بقت حلوه جدا سقعانه مش متلجه. وطبعا بقى احنا بنبقى عاملين حساب ان الكلاينت بتاخد مننا الحاجة، بتتصور بيها بتعمل بيها سيشن او حاجة زي كده. هنا الكريمة كمان كنت ضرباها وحطيتها في التلاجة على اساس ان انا كنت هشتغل في التورتة دي من بدري. يعني انا كنت شغالة فيها كان على حوالي بعد المغرب كده كنت شغالة فيها، وهي كانت هتخرج معايا العشاء. فعشان كده كنت مخرجة الصينية من قبلها من الفريزر. بعد ما ضربت الكريمة لقيت نفسي لا انا ورايا حاجات تانية اهم من ديت فلازم اخلصها وبعد كده ابقى اعمل دي. فضربت الكريمة طبعا عشان عاملة حساب ان النور بيقطع في اي وقت. ضربتها وحطيتها في التلاجة، فزي ما انتوا شايفينها كده كانت بتمط معايا. فهي دي المشكلة اللي عملتها معايا لما قعدت في التلاجة. لكن برضو الموضوع احنا عالجناه. حطيت السكرابر في مية سخنة، وزي ما قلت لكم اني مش كل انواع الكريمات بتتحط في مية سخنة. الكريمة اللي انا مستخدماها دلوقتي للعلم هي كواليتي تارك. كريمة المتحدة للأسف مش متوفرة حواليا دلوقتي وأنا لسه منزلتش أصلا. فحبيت ان انا احط من تحت كمان على التورته موس من الشوكليت. ده طبعا كان قبلها بيوم فمش هيفرق معايا لان انا كنت هديها بس تشبيحه كده من تحت. لكن لو اي كريمه انتي مثلا ضرباها ودخلتيها التلاجة لازم قبل ما تستعمليها تفكيها كويس بالسباتيولا. فانا ما فرقش معايا في الموس الشوكليت لان كده كده انا مديه تشبيحه بس مش اكتر. اللي انا بستخدمه فوق دوت ديت شوكولاته خام او شوكليت شيبس، اي نوع شوكولاته خام موجود عندك. وحطيت عليها شويه من الزيت ودخلتها عندي الميكرويف حوالي 30 ثانيه. فكت معايا وبقت حلوه كده زي ما انتم شايفين. انا هنا مش عامله جناش، انا هنا مش مستخدمه جناش،
استخدمت الاسهل بالنسبه لي، ان هي شويه شوكولاته في قلب الكيس، وحطيت عليهم كمان شويه الزيت ودخلتهم عندي الميكرويف. طبعا لو مش موجود عندك ميكرويف تقدري ان انت تحطيهم على حمام ميه. جبت بقى عندي روزيتات. الروزيتات ديت انا عاملاها بالموس. انا مش بنصح ان انت لو مبتدئه تعمليها بالموس، تعمليها بكريم شانتيه عليه كاكاو. لكن انا بصراحه استسهلت وحبيت طعم الموس، بيبقى طعمه غني عن الكريمه اللي هي الكواليتي اللي انا مستخدماها المره دي. فقلت لا، انا هستخدم موس. فطبعا عشان استخدم شويه الموس اللي كانوا باقيين عندي من الحشو، فضربتهم كويس جدا بالاسباتولا، وبعد كده حطيتهم تاني في الكيس. هنا كده كنت بستخدم ده كريسبي ابيض، فكنت بحط منه تاتشات كده خفيفه. تقدري انت بقى لو ما عندكيش طيب خالص تقدري ترجعي للفيديو، اسيبهولك في لينك في صندوق الوصف. هسيبلك اللينك بتاعه في صندوق الوصف، تقدري ان انت ترجعي له. هتعملي اقماع مختلفه واشكال متعدده من كيس الحلواني، اللي هو الكيس البلاستيك، اللي هو الكيس اللي انا بستخدمه الشفاف ده. حطيت بقى شويه من السبرينكل كده اللي هو الصغير، بيديني تاتش حلو قوي. وبس كانت التورته معايا كده يعتبر جهزت. فكتبت انا طبعا بقى بعجينه السكر هابي بيرث داي والاسم، وكتبت بالجناش اللي انا مستخدماه فوق. هو ما كانش جناش، هرجع تاني واقول هو شوكليت مذابه مع شويه زيت. استخدمت برضو، كتبت بالعربي كده تحت: انت اجمل بدايه في العمر. وده طبعا على حسب طلب الكلاينت بتاعتي. وده كده كان شكل الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا لي لاف كمان. واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي. انا حاسه ان انا عوقت كمان عليكم في الكلام، بس سامحوني لاني انا بصراحه قلت ان انا هسجل ومش هعمل مونتاج بعد كده للصوت. باي باي.